الخير، يلا نعمل الغدا بتاعنا انا وعمر مع بعض. بصوا بقى، انا اول حاجه طلعت الاير فراير، وانا الاير فراير دي بقت عشق بالنسبه لي. هو الاير فراير لازم تتعودوا على طعمها، هي بيبقى ليها طعم معين في الاكل فلازم تعودوا عليه، بس هي بجد تحفه. احنا بطلنا نقلي من فتره طويله جدا. فبصوا طلعت الاير فراير، حطيت فيها شويه حاجات هوريها لكم دلوقتي. بصوا حاطه دلوقتي فيها الحاجات السبايسي عشان حمزه طبعا مش بياكل سبايسي خالص، فدول هيخلصوا هشيلهم واحط الحاجات العاديه عشان حمزه يقدر ياكل منهم. دي الميه اللي هسلق فيها مكرونه، ولع كده النار. اي فتره كبيره نفسي اكل مكرونه سباكيتي، بس هو عمرو ما بيحبهاش او فجاه قرر ما يحبهاش، فهعمل دي لينا احنا الاثنين عشان بصراحه عارفه تحفه. هقعد بقى اعمل صوص اللي هو الصلصه، هقعد احط جزء وبعد كده الجزء المكرونه بتاعتي. طب وعلى ايه ما اريح دماغي، انا هعمل دي لينا احنا الاثنين وخلاص. دلوقتي هحط المكرونه بقى في الميه. بجد ما شفتش كده في حياتي، فاتحه الكيس فتحه غريبه جدا، فالكيس كله اتدلق. فانا عامله 400 جرام لينا وعمر وحمزه، مستحيل ناكله، مستحيل. اوصف لكم مكرونه كتير قد ايه ومش عارفه اعمل فيها ايه بصراحه. دول الجزء السبايسي خلاص طلعوا، فاضل لسه الجزء اللي جوه في الاير فراير، دول اللي مش سبايسي. مكرونه خلصت، هروح بقى اعمل الصلصه. اول حاجه شويه توم كده حلوين وزيت زيتون. هنا هحط معلقه صلصه وكمان شويه ميه. اقلب بقى الكلام ده مع بعض كويس. شويه فلفل اسود، شويه ملح، رشه سكر. لحد دلوقتي صلصه مكرونه عاديه جدا. مكعبين جبنه كيري، شويه لبن مش كتير. اقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. بصوا يا جماعه اللون بقى حلو ازاي، بقى بينك صوص حلو جدا. هغطيها بقى واسيبها تتسبك مع نفسها. دول كمان خلصوا كده، ما فاضلش ان الصلصه تتسبك وكده الاكل بتاعنا جاهز. بفكر جدا اعمل طبق سلطه حتى لو مش كبير، علشان نبقى دخلنا اي نوع من انواع الخضار في اكلنا. معلش قبل بس ما اعمل طبق السلطه. حلو قوي. طلعت الخضار ما حطيتش كتير خالص، فهغسله بقى كويس قوي. بصوا بقى الصلصه اتسبكت ازاي. يلا عشان انزل عليها مكرونه. انا بعشق الصوت ده، انا بحب المكرونه تبقى مليانه صلصه. فاهو الحمد لله الصوص طلع حلو، ما تبقاش مكرونه بره كتير، فهشيلها بقى في التلاجة ونستخدمها يوم تاني. وكده الغدا جاهز الحمد لله. ودي مكرونه شكلها بجد تحفه، ودي طبق سلطه كده صغير.